العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام على غزوة بدر الكبرى. ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عن هذه الغزوة المباركة، وكم كان عدد المسلمين، وما هو سبب الغزوة، وما هو عتادهم، وكيف كان عددهم قليلا بالنسبة لعدد المشركين. هنا كم كان عددهم؟ قرابة 300، وعدد المشركين 1000. مع سبحان الله هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤزرا. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك. وقوله شهدت اليرموك، هذه الغزوة العظيمة معركة اليرموك هي من أعظم المعارك الإسلامية التي انتصر فيها المسلمون على الروم. كانت في أي سنة؟ من يذكر؟ معركة اليرموك سنة 15 من الهجرة، بخلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض بن غن. فكتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل فاستنصروه. ما معنى فاستنصروه؟ أي يطلبوا النصر منهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد من بعدهم، فإنهم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة لجيوش سائر الأقاليم، سواء كان روم أو الفرس أو الترك أو السقالبة أو البربر أو الحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. سبحان الله، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. كل هذا ماذا؟ من عند الله عز وجل، رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. هذا كلام من؟ الحافظ ابن كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام استعرض أصحابه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخيم بعسكره عند بئر أبي عنبة، وهذا البئر معروف في المدينة، عندها عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما سار إلى بدر. فعرض أصحابه، يعني شوف الكبير الصغير، شوف أصحابه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام رد من استصغره، يعني من رآه ماذا؟ صغيرا. طيب، ممن رده عليه الصلاة والسلام لصغره أو لصغره
أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، ورافع بن خديج، وأسيد بن ظهير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. رده ماذا؟ بسبب ماذا؟ الصغر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني رآني ماذا؟ صغيرا. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال البراء رضي الله عنه: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر. أيضا ممن رد عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه فبكى، سبحان الله، بكى فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البكاء هو بكاء شجعان، هذا مو بكاء الخوف، هذا بكاء ماذا أخواني؟ بكاء الشجعان. الآن ذهب إلى موت وبكى لأنه ماذا؟ لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب معهم. قال: فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ ليش يتوارى؟ يعني ما يريد أحد يشوفه، ما يريد أحد يراه. قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج. تدري لماذا يحب الخروج؟ لماذا؟ لعل الله يرزقني الشهادة. الرجال يطلب إيش؟ ما يطلب حياة، يطلب موت، يطلب الشهادة. قلوب عجيبة. قال: فعرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستصغره فقال: ارجع. فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه، يعني حمالة السيف يعني السير الذي يقلده المتقلد، والجمع حمائل. طبعا لماذا يحمله؟ لأنه كان صغير، يعني شوي ثقيل عليه. قال: من صغره. هذا عمير اللي خرج وهو بكى على رده، هذا قتل عمير رضي الله عنه في غزوة بدر. كم كان عمره؟ كان عمره رضي الله عنه 16 سنة. شوف الرجال هذول الأبطال. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن لغيره عن سعد بن وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير. وكان عمير رضي الله عنه هذا الشاب الغلام قديم الإسلام، مهاجري من المهاجرين. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة زاد أكل يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، راح يجي رجال من هذا الطريق يأكل هذه الفضلة اللي بقيت من الطعام، يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت: هو عمير؟ يعني تتوقع منه راح يجي يأكلها؟ الآن راح يتوضأ وراح يجي. قال: جاء عبد الله بن سلام فأكلها. جاء عبد الله بن سلام فأكلها رضي الله عنهم أجمعين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان يوزع القيادات، وهذا شأن الحرب، يعني يوزع مهام القيادة. الخطط العسكرية لابد أن تكون ماذا؟ منتظمة. فدفع الرسول عليه الصلاة والسلام اللواء الأعظم، يعني الراية التي يجتمع عليها الجيش
دفعها لمن؟ وهذا اللواء كان أبيض. دفعها إلى مصعب بن عمير، وقسم جيشه إلى كتيبتين. الكتيبة الأولى هي كتيبة المهاجرين، وأعطى علمها لمن؟ أعطى علمها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية كتيبة من؟ كتيبة الأنصار، أعطى علمها لمن؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على الميمنة. تدرون الزبير وما هو الزبير؟ الزبير رضي الله عنه كان يعدل ب1000 مقاتل لشدة قوته رضي الله عنه، يعدل ب1000 مقاتل، وقيل أنه كان يقاتل بسيفين، فجعله على الميمنة، وجعل المقداد بن عمرو على الميسرة، وجعل على الساقة. الساقة هم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه. جعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. وظلت القيادة العامة في يد من؟ في يد الرسول عليه الصلاة والسلام كقائد أعلى للجيش. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر المسلمين، كانوا فقراء ما كان معهم، قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. سبحان الله، هاي بركة دعوة من؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الغزوة هذه كانت في رمضان وكانوا صيام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالإفطار، أمر أصحابه ماذا؟ بالإفطار. وهذا ما جاء في عند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوتين في شهر رمضان، يوم بدر ويوم الفتح، قال: فأفطرنا فيهما. وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن أبي سعيد قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، يعني لا الصائم يلوم المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ومما يؤكد على أن المسلمين أفطروا في هذه الغزوة العظيمة ما جاء في قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه. هذه قصة عجيبة، عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الجهاد فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما هذا العرض العظيم؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات، ما تريدون بعد ذلك؟ هنا فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه: بخ بخ. كلمة بخ بخ تقال عند المدح أو الرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، يعني هذا من باب تعظيم الأمر. بخ بخ. يقول: فأخرج تمرات من قرنه، يعني من جعبته خرج تمرات كان يتقوى بها. هذا يدل أنه ماذا كان مفطر. قال: فجعل يأكل منهن، تمرات يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. الله، يعني الحياة طويلة، يعني صور أنت 3 تمرات كم تأخذ منك أبو ناصر؟ تأخذ منك يعني قول نص دقيقة، ها، إذا موقن. هو من شدة شوقه للجنة وشدة حبه للشهادة وحبه للنصر أحس أن هاي الحياة، الوقت اللي استغرقه بالأكل، يقول إنها لحياة
طويلة. يقول فرمى بما كان معه من التمر من شوقه إلى الجهاد، جنة عرضها السماوات والأرض. قال ثم قاتلهم رضي الله عنه حتى قتل. هذا من؟ عمير بن الحمام. سار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش اللي هو غير متأهب، هم خرجوا ماذا؟ أخذ العير، إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، ثم على ذي الحليفة حتى بلغوا الروحاء، فنزل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف، يعني هذا المنصرف هو موضع بين مكة وبدر، ترك طريق مكة عن يساره وانحرف ذات اليمين حتى على طريق النازية. النازية هذه عين ماء على الطريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب. يريد بدرا، اتجه تجاه ماذا؟ بدر. فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا، يعني قطع واديا يقال له رحقان، هذا الوادي بين النازية وبين مضيق الصفراء. هذا أيضا مضيق الصفراء من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج، وسلكه الرسول عليه الصلاة والسلام غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة. ثم مر على المضيق ثم انصب منه، يعني مضى منحدرا حتى قرب من الصفراء، وهنالك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء رضي الله عنهما إلى بدر يتحسسان. يتحسسان ما معنى؟ يشوفون إيش؟ أخبار العير. طيب، هنا في هذه المرحلة رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالمشركين. كيف؟ في الطريق وعند حرة الوبرة، هذه محرة الوبرة يعني موضع من ناحية المدينة، أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام رجل مشرك يطلب اتباعه، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون معاهم بالجيش، لكن ماذا؟ هو غير مسلم. هو ماذا؟ يعني هو الذي طلب منهم معاونة لكن غير مسلم. وهذا ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، أي تجاه بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جزءة، ومعنى جزءة يعني الإقدام على المشي، ونجدة، النجدة كان معروف أنه شديد في القتال. طبعا الصحابة قل ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، هذا كان معانا زين. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني لو حصلت لي كم فرس أنا وياكم بالغنائم يعني. فقال له، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه غير مسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع. قال ماذا؟ فارجع فلن أستعين بمشرك. ارجع فلن أستعين بمشرك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، أعاد لعله مرة ثانية يوافق، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال له أول مرة أرجع فلن أستعين بالمشرك. قالت ثم رجع الرجال خلاص، فأدركه بالبيداء، يعني أيضا موضع بين مكة والمدينة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. الآن قال له؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. يقول هذا اختلف أهل العلم في هذا الباب، ذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بهذا الظاهر، وذهب طائفة لأنه إذا كان لمصلحة يجوز، وهذا الأمور. أبو سفيان
اللي كان رئيس العير ماذا صنع؟ هو كان في غاية الحيطة والحذر، كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار. طيب شنو الحل؟ وكان أيضا يتحسر، كان هو من دهاة العرب حقيقة أبو سفيان، من دهاة العرب. يسأل من لقي من الركبان، يقول حتى جاءه الخبر من بعض الركبان، بعض الناس اللي في الطريق، أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعير، يعني لاحقك. فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريش فيستنفرهم، يعني يحكوا على أموالكم، يستنفرهم ماذا؟ إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، يعني أمر شديد ما نزل، وقد جدع أنف بعيره، يعني قطع أنف البعير، وحول رحله وشق قميصه، يعني هاي الحركات كلها إيش؟ إن الأمر عظيم. وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة. ما معنى اللطيمة؟ اللطيمة بفتح اللام هي الجمال التي تحمل العطر والبز. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث، يلا تلحقون ولا تلحقون؟ الغوث الغوث. هذا من هذا؟ من هذا اسمه ضمضم، هذا ضمضم اللي جاهم، مو أبو سفيان، هذا دزار أبو سفيان، هذا اسمه إيش؟ ضمضم. نعم، ضمضم بن عمرو الغفاري، ضمضم بن عمرو الغفاري. طبعا عاتكة من بنت عبد المطلب، اللي هي عمة من؟ عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشقيقة من؟ شقيقة أبي طالب، وشقيقة عبد الله والد الرسول، أسلمت وهاجرت. هذه عاتكة رأت رؤيا، يعني قبل أن يقدم ضمضم إلى مكة ب3 ليالي رأت هذه الرؤيا، وهذا ما نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم، ماذا رأت وكيف حصل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سمعنا. صلى الله عليه وسلم، بارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.